اختيار المدينة الغلط في كندا مش بس ممكن يضيع فلوسك، ده ممكن يضيع صحتك، نفسيتك، وسنين من عمرك. ناس كتير دخلت كندا صح بس عاشت في المكان الغلط، والنتيجة إحباط، ديون، وحدة، ورغبة في الهروب. في الفيديو ده هقولك ازاي تختار مدينتك في كندا بطريقة ذكية، مش بالعواطف لكن بالعقل. يلا بينا. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. أغلب الناس لما بتيجي سيرة كندا أول اسمين بيطلعوا في دماغهم هما تورونتو وفانكوفر، لكن الحقيقة كندا مش مدينتين، كندا 10 عوالم مختلفة تماما. في ناس هنا بتعيش براتب $4000 في الشهر، وفي ناس تانية بتعيش $2000، وفي $3000 في الشهر، وفي أكتر طبعا بكتير، وكلهم ممكن يعيشوا مرتاحين. ده مش حظ، الفرق هنا مش في الحظ، الفرق هنا في اختيار المدينة الصح. ليه اختيار المدينة أهم من الهجرة نفسها؟ ناس كتير بتركز على ازاي تدخل كندا بس ما بتركزش ابدا هتعيش فين، ودي اكبر غلطة، لان المدينة اللي هتعيش فيها هي اللي هتحدد حاجات كتير، منها راتبك، مصاريفك، نفسيتك، فرصك، وحتى سرعتك في النجاح. اختيار المدينة الغلط ممكن يخليك تكره كندا كلها، مش لان كندا وحشة، لكن لانك دخلت اللعبة من الباب الغلط. وقبل ما اكمل حابب اقول لكم حاجة مهمة. انا بدأت قناة على التليجرام، وعاوزها تكون المكان اللي بنتجمع فيه كلنا مع بعض ونتكلم براحتنا عن كندا، والناس تشارك تجاربها ونستفيد كلنا مع بعض. مكان صغير لكن مليان ناس شبهك، نفس الحلم، نفس الفضول، نفس الرحلة. لو حابب تكون جزء من المجتمع ده هتلاقي الرابط تحت في الوصف، ومستنيكم هناك. كندا مش بلد واحدة، كندا 4 أنماط حياة. المدن الغالية جدا وهي تورونتو وفانكوفر، فرص شغل ضخمة، رواتب عالية، مستقبل مهني قوي، بس إيجارات نار، ضغط عصبي، وزحمة. مناسبة لمين؟ الشباب الطموح اللي مستعد يتعب، اللي هدفه كارير سريع. المدن المتوازنة: أوتوا، كالجاري، إدمنتون، فرص حلوة، أسعار أهدى، حياة مستقرة. مناسبة لمين؟ الناس اللي عايزة تعيش كويس من غير ضغط قاتل. والعائلات: المقاطعات الأرخص: ساسكاتشوان، مانيتوبا، وأجزاء من ألبرتا. إيجار أقل، بيوت أرخص، طلب عالي على العمالة، بس طقس أقصى، البرد أكتر بكتير من أي مقاطعة تانية. حياة أهدى من اللازم لبعض الناس. المنطقة الرابعة: كيبيك، أرخص نسبيا، حياة اجتماعية قوية، بس اللغة الفرنسية شرط أساسي. Elle est dérangée avec nous. Ouais. إزاي تختار مدينتك صح؟ ودي اللي اسمها المعادلة الذهبية. قبل ما تختار مدينة اسأل نفسك ال5 أسئلة دول: أنا دخلي المتوقع كام؟ مجالي مطلوب فين؟ أقدر أتحمل الزحمة ولا محتاج هدوء؟ عندي أسرة ولا عايش لوحدي؟ نفسيتي تميل للحياة السريعة ولا البسيطة؟ إجابات الأسئلة ال5 دول هما اللي هيحددوا لك المدينة الصح ليك، مش كلام الناس ولا الترند اللي على النت ولا صاحبك اختار أنهي مدينة. أخطر 3 أخطاء ناس بتقع فيها هنا: تروح أغلى مدينة وأنت مكسور ماديا، أو بمعنى صح وأنت مفلس. تختار مدينة من غير ما تأمن شغل فيها الأول. تمشي ورا تجربة غيرك وكأنها تتكرر معاك 100%. تجربة غيرك ممكن تنجح وتجربتك أنت ممكن تفشل في نفس المدينة برضه. الحقيقة اللي محدش بيقولها: مش كل اللي في تورونتو ناجحين، ومش كل اللي في المقاطعات التانية متبهدلين ماديا. في ناس في مدن بسيطة اشترت بيوت، سددت الديون اللي عليها كلها، وعايشين مرتاح، بينما غيرهم في تورونتو بيقبضوا أكتر بس مديونين أكتر لأن مصاريفهم زيادة بكتير. الخلاصة الذهبية: كندا بلد الفرص، بس الفرص مش موزعة بالعدل في كل المدن. اختيارك الصح للمدينة ممكن يختصر عليك 3 سنين تعب وآلاف الدولارات وسنين من الضغوط النفسية. اختيار المدينة في كندا مش مجرد عنوان تسكن فيه، ده أول قرار مصيري في رحلتك كلها، وأحيانا أخطر من قرار الهجرة نفسه. مدينة واحدة غلط ممكن تسرق منك فلوسك، هدوءك، ثقتك في نفسك، وسنين من عمرك. والحقيقة الجميلة بقى، مش كل الناس بتغلط. في ناس اختارت صح ولعبتها صح من الأول، وبنت حياة كانت فاكرة إن هي مستحيلة. الفرق بينهم مش الحظ، الفرق هو القرار. دلوقتي الدور عليك. لو قدامك فرصة تختار مدينة كبيرة مليانة فرص ولا مدينة هادية بتديك راحة نفسية واستقرار، هتختار أنهي واحدة فيهم؟ اكتبولي في التعليقات تحت انت بتميل لأنهي طريق فيهم وليه. كندا ممكن تبنيك وممكن تكسرك، والمدينة اللي انت بتختارها هي اللي هتكتب لك النهاية. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.